علاش الترجي داخل في صراع كبير على لوكاس ريبيرو، وهل اللاعب يستحق هذه الكل ولا لا؟ اذا تحب تقيم اللاعب ما تشوفش تجربته في اسبانيا كهو، اما لازمك تشوف شنو عمل في افريقيا مع ميلودي سان داونز. اللاعب هذا لعب 88 مباراة، سجل فيهم 37 هدف وصنع 23، يعني نحكيو على 60 مساهمة تهديفية في 88 ماتش. وموسم 24-25 عمل الموسم استثنائي، 16 هدف في الدوري الجنوب افريقي وخرج هداف البطولة، وزيد اختاروه احسن لاعب في الموسم حسب العديد من الجوائز الفردية. عنده زوز بطولات محلية مع سان داونز، وفاز بالافريكان فوتبول ليج عام 2023 في نسختها الاولى، وصل فينال تشامبيونز ليج ضد بيراميدز عام 2025، وكان سجل الهدف الاول في الذهاب بتسديده يساريه. اما بين ذهاب واياب بيراميدز كان هو بطل افريقيا، وفي مونديال الانديه كان سجل الهدف ضد بوروسيا دورتموند، والهدف هذا على فكره تم اختياره احسن هدف في البطوله. اما بالنسبه لاوروبا عمل تجارب في الدوري البلجيكي، واخر تجربه ليه كانت مع نادي ليونيزا في الدرجه الثانيه الاسبانيه. الحقيقه في اوروبا ما نجحش، اما في افريقيا يعتبر من احسن اللاعبين اللي لعبوا في القاره هذيا في السنوات الاخيره. كان تحب تسمع اكثر حكايات على الكوره ما تنساش باش تعمل فولو.